السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب، اللهم آمين. لو لسه بقى الكرنب بيجلد معاكي ومش عارفة تفرزيه ازاي، معلقة حليب وتعالى أقولك على طريقة أقسم بالله هيقعد معاكي من السنة للسنة من غير بقى ما يجلد ولا يجراله أي حاجة. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. ونبدأ بسم الله. بما اننا بقى في موسم الشتاء يا بنات، وطبعا الراعي الرسمي في الوقت ده هو الكرنب، جبت بقى كده كرنبتين حجمهم وسط. اول حاجه كده شلت من عليهم كل الورق الاخضر اللي بيكون كده موجود عليهم. طبعا يعني يفضل لو تشيليه لانه بيكون محطوط في الارض وكمان بيكون مش نظيف. وطبعا الكرنب البلدي يا بنات اليومين دول كده مالي السوق، وده كمان الموسم بتاعه. يعني اكتر وقت بقى مناسب لتفريز الكرنب هو الوقت ده. بيكون لونه كده مخضر شوية وفي نفس الوقت طري. والكرنبة كده بتكون خفيفة معاكي، يعني ما بتكونش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. اهم حاجة ما تكونش مبططة كده يا بنات، ويعني مكتومة، فاهميني؟ كده الكرنبة يعني وانتي بتشتريها حاولي تنقيها كده، ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. بيكون كمان الورق بتاعها ناعم زي ما انتوا شايفين كده. دي بقى بتكون طازة وجميلة وفي نفس الوقت كده طعمها بيكون مسكر جدا. هنقطعها بقى بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنقور كده أول حاجة الراس بتاعتها بكل سهولة. بس خلي يعني حاولي تخلي بقى السكينة بتاعتك كده البوز بتاعها يكون حامي بحيث كده ان هي تتقطع معاكي كده بسهولة. وبعد كده بقى هنشيل الورق ورقة ورقة بالطريقة دي. أنا عايزة أقول لكم يعني بالنسبة لي الطريقة دي أسهل بكتير، إن أنا أخدها كلها كده أحطها وأسلقها مرة واحدة. طبعا علشان يعني لو لا قدر الله كده فيها أي حاجة من جوه، آخد بالي منها كده وأعرف أتخلص منها. وكمان علشان القلب بتاعها إن شاء الله كده هنعمله مع بعض وهستفيد بيه وهتشوفوا معايا. هي ممكن تكون دي الطريقة التقليدية يا بنات أو العادية جدا بتاعت بقى مامتي ومامتك وجدتي وجدتك. ولكن دي بجد أنظف وأنجح طريقة أنا بعمل بيها الكرنب. بصوا بقى الورق اللهم بارك زي الفطيرة. ما شاء الله شكله حلو جدا. وصدقوني الطريقة دي بجد سهلة جدا خصوصا للبنات بقى اللي لسه يعني داخلة المطبخ جديد. وعايزة بقى تعمل كرنب. بعد كده بقى حطيت مية على النار في حلة كبيرة. وحطيت عليها كده معلقتين حليب، ايوه يا بنات معلقتين حليب. عايزه اقول لكم يا بنات اقسم بالله هتاكلي كرنب مسكر، وعن تجربه من محشي امي الله يرحمها. الكرنب بصراحه كان بيقعد مع ماما من السنه للسنه من غير بقى ما يجلد ولا يكون ليه اي ريحه كريهه. بجد جربوا الطريقه دي وافتكروا ماما الله يرحمها كده في دعوه حلوه معاكم. وان شاء الله كده هتعملوه هيعجبكم جدا. وطبعا بقى لو هتفرزي كمية كبيرة زودي كمية اللبن أو الحليب. مش هتحتاجي بقى لا السكر ولا لأي إضافات تانية. نيجي بقى لمية السلق يا بنات، ودي بقى نركز فيها كويس قوي علشان يعني الكرنب كده ما يتهريش منك. طبعا الكرنب بقى لسه هيتحط في التلاجة في الفريزر، ولسه طبعا هياخد وقته في التفريز. فطبعا في الفترة دي هيكمل تسوية. طيب احنا جنب مننا ضروري كده يكون في مصفى. دي حاجة كده من الحاجات المهمة، ان الكرنب بتاعنا كده يطلع من المية السخنة ينزل المية اللي موجودة فيه على طول. وممنوع ممنوع يا بنات ان المية تغلى عليه. يا دوب ينزل في المية كده بعد ما تغلي طبعا معانا، ويطلع على طول. يعني مفيش كده حوالي دقيقة او اتنين بالكتير. والله يا بنات الكرنب هيقعد معاكم طول السنة وهيطلع كأنه فريش وريحته اللهم بارك زي ما هو. اهم حاجة نسلق الكرنب نص سلقة، ونسيبه كده يبرد خالص خالص لحد ما يصفي كل كمية المية اللي موجودة فيه. يعني على قد ما تقدري كده سيبيه وقت طويل جدا يصفي كل المية اللي موجودة فيه. دي انجح طريقة بجد هتخلي كده الكرنب معاكم يقعد فترة طويلة جدا من غير ما يجلد ولا يجراله اي حاجة. طبعا هخلص كل الكمية بنفس الطريقة. وزي ما قلت لكم جنب مني مصفى كده. وعايزة اقول لكم بقى ان انا سبته يعني تقريبا مدة كبيرة جدا، مش اقل كده من ساعتين تلاتة ممكن اربعة كمان. وكل ما هسيبه وقت اكتر كل ما هيقعد معايا طبعا فترة في التلاجة اكتر واكتر. اهم حاجة ما يكونش فيه ولا نقطة مية. طبعا لو حسيتي بقى من يعني ان هو اتسلق منك زيادة، خديه على طول واشطفيه تحت المية. شايفين بقى الورق اللهم بارك طالع عامل ازاي؟ طبعا انا سلقته زي ما قلت لكم نص سلقة. ده بقى اللي هيحافظ على الكرنب معايا ان هو يفضل في التلاجة كده معايا بقى لشهر رمضان او حتى طول السنة. يفضل زي ما هو. بعد كده بقى اخدته كده رصيته على بعضه، اخدت الورق الاخضر كده فوق بعضه، واخدت الورق الفاتح فوق بعضه عشان لما اقطعه كده تكون كل حاجة واضحة قدامي كده وسهلة معايا. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو صلي على النبي في التعليقات وحط لايك للفيديو. وطبعا لو مش مشتركة في القناة يسعدني اشتراكك وانضمامك وتكوني اختي من اخواتي. بصوا يا بنات انا جنب مني هنا مصفى طبعا علشان هصفي كل الكمية بعد ما اقطعها تاني، لان زي ما قلت لكم من نجاح تفريز الكرنب ان ما يكونش فيه ولا نقطة مية.
جبت بقى البلانشة بتاعتي وهقطعه معاكم كده بأسهل طريقة ممكن تتخيلوها. علشان كمان البنوتات اللي لسه متجوزة وداخلة على المطبخ ومش هتعرف ترص، دي الطريقة يا بنات اللي كلنا اتربينا عليها من غير بقى أي افتكاسات. طبعًا كان ممكن أحط كل الورق فوق بعضه وأرصه، بس أنا بصراحة حبيت إن الطريقة تكون سهلة ومبسطة، علشان كمان لو لسه أول مرة تعملي الكرنب وتقطعيه تكون الطريقة سهلة وواضحة معاكِ. بافرد الورقة بالشكل ده وبالسكينة كده بسهولة خالص باقطع العرق اللي في النُص كده يا بنات، أظن ما فيش أسهل ولا أجمل ولا أسرع من كده. بعد كده بقى باطبّقها نُصّين وبالفّها رول، رول على قد كده صباع المحشي باقطع بقى، طبعًا عايزاه بقى كبير قطّعي، عايزاه صغير قطّعي، يعني زي ما تحبي. ممكن كمان تطبّقي الورقة كده نُصّين وتحطّي كده يعني كذا ورقة فوق بعض وتقطّعي الكمية كلّها، بس أنا بصراحة حابة أعمل معاكم أسهل طريقة خصوصًا للمبتدئين، اللي خايفين بقى يقطّعوا الكرنب ويسلقوه. والله يا بنات أنا قُلت لكم قبل كده إني ما كنتش باعمل كرنب خالص ولا باعمل محشي خالص، غير بعد وفاة أمي الله يرحمها، بس كنت طبعًا باشوفها وباعمل يعني باشوفها بتعمل إزاي وباقعد بقى أتفرّج عليها، وكنت بصراحة باكل من إيديها أحلى حلة محشي، وخصوصًا بقى لمّا كانت بتفرّزه كده وبتطلّعه بقى في المناسبات وفي شهر رمضان، بصراحة هي اللي علّمتني كل الحاجات الجميلة دي، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتها ويرحم أمواتنا جميعًا وأموات المسلمين. قطّعت بقى الكمية كلّها يا بنات بالشكل ده، والطريقة بجد زي ما قُلت لكم سهلة جدًا، جدًا. نيجي بقى لأهم خطوة دي بجد اللي هتحافظ على الكرنب إنه يقعد معاكِ كده طول السنة. بُصّوا، أنا هاخد بقى الكمية بتاعتي دي كلّها كده بعد ما قطّعتها، وهارُصّها بقى في المصفى تاني، أيوه يا بنات لازم أرُصّها في المصفى، لإن الكرنب بعد ما بنقطّعه بالسكينة بيعصر برضه مَيّة جديدة. طيب إحنا لازم نتخلّص من المَيّة دي، لإن المَيّة دي لو سِبناها في الكرنب وحطيناه على طول في الفريزر، صدقوني هيجلِّد معانا، كل اللي بنعمله ده يعني ولا ليه أي لازمة. هاحطه بقى في المصفى كده، ودي أكتر حاجة هتخلّيه ما يجلِّدش ولا يشد معاكِ كده أثناء الأكل. هاسيبه بقى ممكن أسيبه طول الليل ما فيش أي مشكلة، وطبعًا كل ما هتسيبيه وقت أكتر، كل ما يعني كل ما هيقعد معاكِ مدة أكتر في التفريز. بُصّوا أنا هنا طبعًا هاخلّص بقية الكمية كلّها، وهارجع بقى كده أسيبها في المصفى لحد تاني يوم الصبح، وأرجع بإذن الله أشتغل معاكم فيه. طبعًا جنب منّي بقى هنا العروق اللي طلعت من الورق، قُلت لكم طبعًا مش هنرمي أي حاجة النهارده من الكرنب، هاعملها معاكم مخلِّل هي والقلب بتاع الكرنب يا بنات اللي سِبته في الأول. وطبعًا علشان كده قُلت لكم مش باحب أحُط الكرنبة كده كلّها مرّة واحدة في المَيّة، علشان القلب كده، كده ممكن يضيع منّي، لأ أنا هاستفيد بيه وفي نفس الوقت كده أبقى شايفة الكرنبة بتاعتي كده قدّام عينيّا نضيفة وما فيهاش أي حاجة. سِبته بقى لتاني يوم يا بنات، وبعد كده بقى جِبت علب التخزين اللي هاخزّن فيها بقى الكرنب، وممكن كمان تحطّي في أطباق فِل. بس كده وأنتِ بتحطّي في الأطباق الفِل بتاعتِك افرشي فيها كده أكياس من أكياس التلاجة. خلّي بالِك بقى هنا وأنتِ بتحطّي كل علبة كده حاولي تخلّي فيها كده شوية من الورق الأخضر مع شوية من الورق الأبيض، طبعًا علشان يعني الأخضر ده بيكون محطوط كده في قلب الحلة من تحت، لإنه طبعًا معروف إنه بيستحمل السِوَى شوية عن الأبيض. يعني حاولي كده تنوّعي بقى العلبة بتاعتِك ما يكونش كلّها أبيض وما يكونش كلّها أخضر. خزّني بقى الكمية طبعًا المناسبة ليكِ، وزي ما قُلت لِك يعني شهر 1 وشهر 2 أكتر وقت طبعًا مناسب جدًا لتفريزات الخضار وخصوصًا الكرنب. يعني داخل علينا كمان شهر رمضان ولازم طبعًا المحشي يكون كده منوّر معانا على سفرة رمضان بإذن الله. ربنا يا رب يبلّغنا رمضان وإحنا جميعًا بخير يا رب العالمين. عملوا معايا كمية حلوة جدًا، بالنسبة لي كده العلبة دي مناسبة جدًا لعمل يعني حلة حلوة كده محترمة، إن شاء الله كده تكفي يعني عدد الأسرة بتاعتي بإذن الله. طبعًا زي ما قُلت لِك فرّزي بقى الكمية اللي أنتِ محتاجاها كلّها. جِبت بقى الورق بتاع القلب يا بنات، وقطّعته بالمقص كده قطع صغيّرة، وطبعًا يعني أهم حاجة غسيله برضه مرّة و2 و3. وبعد كده صفّيته كويس من المَيّة بالشكل ده، وهنعمل منه بقى أحلى شوية مخلل كرنب حاجة كده عسل. جبت جنب مني كده شوية من مية الفلتر، ولو عايزة تغلي مية وتسيبيها لحد ما تبرد هتديكي برضو نفس النتيجة. ولكن أنا دايما بستخدم في المخللات بصراحة مية الفلتر. معايا كمان هنا لتر مية كده هحط على كل لتر مية 4 معالق كبار مليانين كده من الملح، ومعلقتين كمان من هريسة الشطة. هاعصر عليهم كده يا بنات ليمونتين كبار بالشكل ده. عايزة أقول لكم بجد دي أجمل دقة أو خلطة للمخلل بتخلّي طعمه حلو جدًا.
عايزة أقول لكم يا بنات بجد استغلّوا بقى الموسم بتاع الكرنب، واعملوا كده شوية مخلل كرنب كده حلوين لرمضان، بجد فوايده حلوة جدًا، وكمان الكرنب من الحاجات المفيدة جدًا للقلب، وعايزة أقول لكم في المخلل بجد بيكون مسكّر وزي العسل. هاقلّب بقى كويس الخلطة القمر دي كويس جدًا لحد كده الملح ما يدوب معايا خالص، وهاحط بقى كده نُص بنجراية قاطعاها كده نُصّين، علشان كده تدّيني اللون القمر كده اللي يفتح النِفس للكرنب، تمام، بيخلّي لونه كده يعني أحمر وردي جميل. هانزل بقى بالدقة بتاعتي كده، وعايزة أقول لكم يعني مش هاضيف بقى دقة خلاص، هو أول لتر بس اللي باضيف فيه الليمون والدقة، بعد كده هاكمّل مَيّة وملح عادي خالص، ولكن لكل لتر مَيّة 4 معالق كبار مليانين من الملح. وندوب الملح برضه كويس ونكمّل بنفس الطريقة، طبعًا لحد بقى ما ياخد معايا المعيار المضبوط بتاعه، يبقى كده تمام. يعني هافضل بقى أزوّد لتر بلتر وأحط عليه 4 معالق كبار من الملح لحد بقى ما أوصل للمعيار المضبوط، يعني آخُد العبوة المضبوطة بتاعة المخلِّل تمام، ولكن وأنا باحُط المَيّة هنا بصراحة افتكرت كده إن عندي مَيّة مخلِّل كنت لسه عاملاه برضه من فترة وخلصت معايا، قُلت لأ خلاص أنا بقى مش هاكمّل بمَيّة عادية، لأ أنا هاحُط المَيّة هي كده لونها جميل جدًا وكمان فيها ملح مضبوط، ولكن لو احتاجت شوية مَيّة كمان هازوِّد عليها وأحُط شوية ملح. حطيتها كده وحطيت عليها طبعًا شوية ملح، وشِلت كده بقى منها البنجر اللي كان موجود فيها، لإن طبعًا زوّدت بنجر معايا زي ما شُفتوا كده في البرطمان، وهاقلّب بقى الخلطة القمر دي وهاحطها على المخلل بتاعي. عايزة أقول لكم بجد يعني أجمل شوية مخلل هتاكلوهم بالطريقة دي. هاحط بقى كل كمية المَيّة كده وهازوّد شوية مَيّة، وهاحط على الوش يعني شوية كده من ورق اللورا طبعًا علشان يعني ما يكونش بقى في ريم على الوش أو يكوّن أي بكتيريا. أحلى شوية مخلِّل بجد هتعملوهم وأحلى طريقة بجد لتفريز الكرنب، إن شاء الله هتجرّبوها وهتدعوا لي عليها، بس أمانة عليكِ لو جرّبتِ الطريقة دي وعجبتِك دعوة حلوة منِّك لمامتي الله يرحمها ويعفو عنها، هي وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. استنوني في وصفات تانية بإذن الله وفي روتينات جميلة، وحطّي لايك للفيديو لو عجبِك واشتركي في القناة فضلًا وليس أمرًا، وأقول لكم هتوحشوني جدًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.